أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وتعليق جديد. احنا بقالنا يومين أو 3 بنتكلم في فيديوهاتنا عن تعليقات بعض الأشخاص على تصريحات أبونا الراهب اللي هرب وقت الحادثة بتاعت جنوب أفريقيا، بعد ما هو أدلى تصريحات كانت مثيرة جدا وقال بعض المعلومات الجديدة اللي ما كانش حد يعرفها، وفي نفس الوقت كان بيثبت التهمة على طالب الرهبنة اللي كان موجود في الدير معاهم قبل ارتكاب الحادثة بفترة. ولما اتكلم أبونا الراهب اللي نجا من الحادثة دي قال تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا، وكان أهمها إن الراجل ده ضربوا على إيده بالحديدة، وإن هما كانوا بيشوفوه قبلها بفترة بيجهز حاجات في القلاية، ومرة شافوا معاه حديدة بيدخلها القلاية، فهو كان بيجهز نفسه قبل الحادثة بفترة. يعني الحادثة ما تمتش في لحظة وما تمتش في ثانية، والموضوع ما طلعش في دماغه دلوقتي أنا هموتهم فهطلع أموتهم. لا، الموضوع كان بتخطيط مسبق بأكتر من حوالي 15 يوم، ولما جه الوقت المناسب نفذ الغرض اللي هو كان داخل الدير علشانه. كتير جدا علقوا تعليقات كويسة جدا جدا، وكانت تعليقات قوية جدا، لكن التعليق النهاردة ما كانش كويس. التعليق النهاردة كان للشيخ وجدي غنيم. الشيخ وجدي غنيم معروف عنه ان هو بيكره المسيحيين زي ما بيكره الشياطين. يعني هو شايف ان المسيحيين دول عباد صليب، وشايف ان هم كلاب اهل النار زي ما هو كان بيقول وزي ما قال في التصريح بتاعه. الشيخ وجدي غنيم قال طب ليه ما كملش على الباقي؟ يعني ليه قتل 3 بس؟ طب ما كان كمل على الباقي، كان خدله 5 6 معاه في السكة بدل ما كان يموت 3 ويضرب 1 ويهرب منه. طب ليه ما كملش الباقي؟ ليه ما موتهمش؟ هو مفكرهم بني ادمين؟ دول كلاب اهل النار، المسيحيين دول كلاب اهل النار. وبعد كده بدأ يتكلم ويقول ان المسيحيين من زمان جدا وهو نفسه يتخلص منهم، ونفسه ما يبقاش فيه مسيحيين على الارض، وبيقول ان هم عباد صليب. وبعد كده رجع يتكلم على الحادثة نفسها وقال ان يا ريت كل الناس تعرف تفاصيل الحادثة وتعملها في الأديرة كلها. يعني هو كان بيحس بعض الناس ان هي تشوف تفاصيل الحادثة دي كانت ايه ويحاولوا يقلدوها في باقي الأديرة علشان يخلص من كل الرهبان، او على الأقل يعمل كوارث كل يوم والتاني في دير مختلف. طب ليه؟ يعني انت ليه بتعمل كده؟ المسيحيين عملوا لك ايه؟ انت في حالك وهم في حالهم. انت مالك ومالهم؟ محدش فيهم اذاك في حاجة، انت ليه بتأذيهم؟ ويكمل تصريحاته ويقول ده كفاية ان هما بيعبدوا واحد مصلوب، ده كفاية ان هما مضحوك عليهم، كفاية ان هما بيلبسوا صليب. وعلق وقال كلام مش كويس جدا على السيد المسيح، وقال طب المسيح دلوقتي مات على الصليب فانتوا لبستوا صليب. طب لو كان المسيح مات بالخازوق كنتوا انتوا هتلبسوا خازوق؟ وده كان كلامه في تصريحه. وبعد كده رجع واتكلم وقال ان الولد اللي قتل الرهبان دول لازم يكون قدوة لبعض الشباب، وان الولد اللي قتل لازم نقف معاه ونتكلم ونقول ان هو ما عملش حاجة تستدعي ان هو يتحاكم او يموت او يتسجن. ده كل اللي عمله ان هو خلصنا من 3 من كلاب اهل النار على حد تعبيره. احنا عايزين نقوله ان كل اللي انت بتعمله ده وكل اللي انت بتقوله ده ما بيزيدناش الا ايمان، ما بيزيدناش الا محبة في المسيح، ما بيزيدناش الا التصاق بالكنيسة، ما بيزيدناش الا محبة للشهداء وللقديسين ومحبة للاستشهاد، ما بيزيدناش غير حب للموت واقتناع ان الموت هو الجسر الوحيد اللي هيوصلنا للسيد المسيح، وان الحياة دي لازم تنتهي في اسرع وقت
ونوصل لحضن الآب السماوي عن طريق الموت، لازم تكون عارف ان احنا ما بنخافش من حاجة. احنا ما بنخافش من حاجة، نحن لا نجهل افكاره. احنا عارفين افكارك كويس اوي انت والشيطان، لكن احنا مش بنجهل اللي انت بتعمله، احنا عارفينه كويس، ولكن بنعديه بمزاجنا. بنعديه لان السيد المسيح امرنا بكده. امرنا ان حتى لو انت جيت اضطهدتنا نصلي لك، امرنا ان حتى لو انت جيت تشتمنا ندعي لك، امرنا حتى ان انت لو جيت تضربنا بالقلم نديلك وشنا تاني ونديلك الخد التاني عشان تضرب اكتر. امرنا ان انت لو جيت خدت هدومي مني اديك كل الهدوم اللي معايا، مش بس اللي انت خدتهم. السيد المسيح امرني ان انا اصلي لاعدائي واطلب لهم الرحمة والغفران، زي ما هو عمل وقال: يا ابتاي اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وبعد كده يكمل تصريحه الشيخ وجدي غنيم ويقول: انا عايز اقول لكم كلمتين في ودانكم. الناس دي كل لما تموتوا واحد منهم فانتوا بتقدموا اكبر خدمة جليلة لله. والكلمة اللي هو قالها دي اكبر دليل على صدق كلام الكتاب المقدس، حين قال: لانه تأتي ساعة يظن فيها ان كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. تحسوا ان هو بيثبت ايماننا من غير ما ياخد باله، تحسوا ان هو بيقوي ايماننا من غير ما ياخد باله. هو بيقول ان كل واحد يقتل المسيحيين بيقدم خدمة جليلة لله. والكتاب بيقول: تأتي ساعة يظن فيها ان كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. وقد كان، قد كان اتنفذ كلام الكتاب المقدس، كلام الانجيل. مش مشكلة، هتموتنا عادي، هتقتلنا عادي، تضطهدنا عادي، هتخوفنا منخافش، تطردنا من بيتنا عادي. المسيح نفسه ما كانش له بيت وما كانش له أين يسند رأسه، عادي، كان ماشي ينام هنا شوية يصحى هنا شوية. احنا مش فارق معانا حاجة، احنا كل اللي يفرق معانا نوصل للسيد المسيح بأمان، نوصل للسيد المسيح واحنا عارفين ان احنا اعملنا اعمال كويسة علشان نتكافئ. انما انت يلي قلت ان الرهبان اللي ماتت دي من كلاب اهل النار، وقلت ان احنا نلبس خازوق احسن، احنا هنصلي لك، وكل واحد هيسمع الفيديو ده هيصلي لك، لعلك ترجع عن اللي انت بتعمله. مش لعلك ترجع وتبقى مسيحي، لا، احنا مش محتاجين ده. لعلك ترجع على الاقل وتبقى انسان، لا بتأذي حد ولا بتعمل مشاكل لحد ولا بتشتم حد ولا بتغلط في حد، لكن على الاقل تكون انسان هادي وملكش دعوة بحد. يكمل تصريحاته، يعني هو ما اكتفاش بكل اللي قاله، لا، يكمل تصريحاته ويقول: ده يا ريتني كنت انا، يا ريتني كنت انا اللي موجود في اليوم ده، وانا كنت سفحته لكم سفح، كنت خليت الدير كله بقى دم. الواحد لما بيشوف ناس زي دي بيحس ان هو شايف قدامه ديك رومي عايز يفرتكهم. طب ليه عملوا لك ايه الرهبان؟ ده واحد عايش في حاله، ساب الدنيا كلها وملوش اي ذنب في اي حاجة. الراجل ساب كل الدنيا بملذتها وقاعد في الدير يشتغل ويصلي. ليه عايز تقتله؟ عمل لك ايه؟ سيبه في حاله، سيبوه في حالهم، ملكوش دعوة بالرهبان. بعيدا عن الرهبان، انت مالك ومال المسيحيين؟ محدش فيهم عمل لك حاجة، محدش فيهم اتكلم معاك في حاجة. طب يا اخي قول الحمد لله على سلامة الراهب اللي كان مجروح بسبب الخبطة اللي خدها من القاتل. كلمة بسيطة مش هتكلفك حاجة. قول الله يرحم الرهبان اللي ماتت، كلمة بسيطة مش هتكلفك حاجة. لكن ليه بتعمل كده؟ ليه عايز دايما المسيحيين يكونوا في شقاء وفي تعب وفي ذعر وفي اضطهاد؟ هتكسب ايه؟ ولا حاجة. صدقني المحصلة في الاخر هتبقى صفر، وانت اللي هتخسر، انت اللي هتخسر. لان السيد المسيح والانجيل بيقول: من يمسكم يمس حدقة عيني، ناقشتكم على كفي، شعور رؤوسكم جميعها محصاة.
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لا تخاف لأني أنا معك، إن نسيت الأم رضيع أنا لا أنساك. ما بنخافش صدقني، مش خايفين، ده احنا عندنا وعود لو قعدنا نقولها لك للسنة الجاية مش هتخلص، مش هتخلص. ربنا بيقول لي ما تخافش كل يوم، واحنا مش خايفين. فانت ما تحاولش تخوفنا، محدش هيخوفنا، لا انت ولا غيرك. سفر الخروج بيقول لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. وفي سفر الخروج برضو بيقول لا تخافوا لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. سفر العدد بيقول إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم. سفر التثنية بيقول لا تخافوا منهم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. ربنا هو اللي بيحارب عننا، محدش بيحارب عننا، لا ده ربنا اللي بيحارب، ربنا بنفسه. الحرب للرب والخلاص اليوم للرب. ربنا يهديك، وربنا ينور طريقك وينور عينيك ويشفيك من مرضك النفسي اللي انت فيه. واحنا بعد كل اللي انت قلته مش هنغلط فيك ولا هنقول كلمة واحدة غلط، لكن هنصلي لك فقط. وهو ده الفرق اللي بيننا وبينك، وهو ده الفرق اللي بين المسيحيين وبين أي إنسان تاني على الأرض. إحنا بننفذ كلام السيد المسيح اللي قال أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. علشان كده إحنا النهاردة هنصلي لوجدي غنيم إن ربنا يهديه ويبعد عنه كل الأفكار الشريرة، ويحاول يبقى إنسان كويس وملوش دعوة بحد. وكفاية اللي احنا شفناه بسبب أمثال وجدي غنيم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.